ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. ازيكم يا أحلى حبايب في الدنيا؟ إن شاء الله أنا النهاردة هعمل رز بلبن. ده معايا نص كيلو رز، هغسله وأحطه في الحلة. أنا كده غسلت الرز وحطيت عليه مية وحطيته على البوتاجاز عشان يستوي. وطبعا الرز كل شويه كده تقلبيه عشان ما يلزقش منك. الرز استوى اهو ما شاء الله، بصوا ما شاء الله عليه. هبدا بقى اللي انا احط له السكر. نقول بسم الله كده. بصوا الرز لازم يا جماعه يبقى مستوي كده. بصوا انا مسويه، بصوا ما شاء الله. تسويه كويس، كل ما تسويه كويس يدي طعم جميل. لما تعملي رز بلبن، الرز بتاع اللبن بالذات بتسويه كويس عشان يدي طعم حلو. انا كده حطيت له السكر بتاعه. طبعا السكر على ايه، على مقدار ما انت تحبي تحبيه من مظبوط، تحبي تزودي السكر براحتك. كده انا بحط اللبن بتاعه اهو كده. معايا ورقه فانيليا اهي، احطها كده. انا دلوقتي طبعا حطيت اللبن وحطيت السكر. حطيت السكر الاول بعدين حطيت اللبن وبعد كده حطيت باكو فانيليا وايه، بقلبه كده لحد اول ما يغلي كده ببعضه. هروح طفي عليه بقى واحطه ان شاء الله في اطباق واوريهولكم. يا جماعه الرز ولبن انا غرفته حطيته في اطباق وزينت طبق اهو وطبق كده اهو. عشان ايه؟ اللي ايه، في ناس بتحب كده محطوط عليه مكسرات وفي ناس بتحبه ساده اهو. حاجات جميله اهي، حاجات جميله اهي، وعلى الله يعجبكم. والطريقه دي جميله جدا. وبصوا الرز طالع مختوم ازاي يا جماعه، بصوا مختوم ازاي، بسم الله ما شاء الله عليه. بصوا اهو، بصوا حبايبي، بصوا ما شاء الله. وبصوا ده كمان، بصوا الرز اللي بتعمليه حلو ويطلع ما شاء الله عليه. انا لسه هحطه في التلاجة. بصوا يا دوبك بس هدي شويه اهو. بصوا ما شاء الله، بصوا ولا حط عليه نشا ولا اي حاجه. هو رز بلبن بس، الرز واللبن والسكر والفانيليا بس. وعلى الله يعجبكم ان شاء الله. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا احلى جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.